ايه رايكم في الجمال؟ سامعين القرمشه؟ بصوا شايفين البطاطايه ولا شاربه نقطه زيت؟ بصوا عامله ازاي. وادي الميكس التحفه ده. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده. بصوا النهارده بقى حبيت اعشي عيالي العشوه الشعبيه الجميله دي. طبعا هي جت بالصدفه، يعني انا ما كانتش في دماغي خالص. انا كنت نازله اجيب لهم فطير وهنتعشى فطير وعسل وطحينه وخلاص على كده. وانا ماشيه بقى شفت الايه، فرنه كده فاتحه في الشارع اللي ورايا. انا اول مره اشوفها تقريبا، مش عارفه كان لسه فاتحه تقريبا. فلقيت بيعملوا العيش دوت. طبعا انتوا عارفين العيش ده، انا عايزه اقول لكم ما شاء الله تقيل وكبير يعني حلو. ده اللي احنا طبعا بناكله في محلات جاد والشبراوي وكده المطاعم. عجبني قوي، قلت لا انا اغير بقى ايه العشوه خالص. فجبت العيش التحفه اللي انتوا شايفينه ده خلاص، وطلعت بقى ايه كيس طعميه من الفريزر. الطعميه دي طبعا ماما اللي بتعملها ما شاء الله، بتعملها روعه، مش انا مش شارياها، لا عاملينها في البيت. هحط لكم برده الفيديو اللي ماما عملت فيه عندي في القناه، هحطه لكم في صندوق الوصف اللي حابب يشوف الطريقه. وقلت نحمر بطاطس وعامله خيار مخلل بقى وحاطه فيه فلفل حامي، عايزه اقول لكم روعه. برده لو حابين احط لكم برده الطريقه بتاعته في صندوق الوصف. وهنعمل برده طحينه وسلطه خضراء، وهنعمل بقى شويه الجرجير الجميل ده، وهنعمل احلى سندوتشات زي ما بتتباع في المطاعم هنعملها في بيتنا. ودلوقتي بقى انا عايزه اقول لكم برده ان العيش ده اللي لقيته عاملينه سودانيين ما شاء الله عليهم. هم هنا بقى دلوقتي عندنا في مصر وعملوا مشاريع، وربنا يكرمهم ويكرمنا كده يا رب. فعجبني جدا طبعا العيش. يلا نبتدي بقى العشوه الجميله الشعبيه دي. انا خرطت البطاطس طبعا وغسلتها وحطيتها في ميه. احط شويه خل وشويه ملح. اللي حابب بقى، هي طبعا بطاطس تحمير وحلوه جدا، يعني مش محتاجه انها ان انت تحطي لها ميه سخنه. في بيحطوا ميه سخنه بدل الميه عادي من الحنفيه، وتحطي بقى سنه كركم كده عشان تبقى البطاطس لونها اصفر. بس انا سايباها بطبيعتها، هي البطاطس اصلا حلوه في السوق وتحمير. يلا بينا على الزيت. طيب هقول لكم على تريكايه كده انا بعملها وما فيهاش قلق خالص. حطي الزيت، حطي قصدي البطاطس على الزيت وهو بارد، مش لازم يقدح خالص. في ناس برضو ممكن تقول ايه ده، ازاي ده تشرب البطاطس تشرب زيت، ازاي تتحط على الزيت وهو بارد؟ لا خالص خالص خالص، هتطلع معاكي بطاطس مقرمشه وروعه جدا. حطيه عادي على ضمانتي والزيت بارد، وبعدين ولعي الزيت بتاعك عادي خالص، تلاقي احلى بطاطس مقرمشه. طيب انا هسيب بقى البطاطس تتحمر براحتها ونعمل السلطه. نعمل بقى السلطه الخضراء. قطعوا بقى التقطيع اللي انتوا عايزينه. ربنا خلاكي اتجهت اتجاه تاني خالص يعني. لان احنا يعني ميسرين مش مخيرين يعني الحمد لله. مش قصه يعني، هو ممكن تكونوا انا بتكلم على اساس الاكل والكلام ده، وان انا نازله اجيب حاجه معينه ونازله من البيت وهجيب فطير وعسل وطحينه وكده وخلاص. ما كانش هدفي والله الفيديو خالص ان انا اعمل فيديو ولا الكلام ده خالص. يعني انا لما جبت الحاجه قلت هصور واعمل معاكم الفيديو ده، لان انا حبيت جدا ان انا اوريكم العيش ده، لان فعلا عجبني جدا. لان انا وانا بعدي كده رايحه الفرنه بتاعه الفينو عشان اجيب الفطير، شميت ريحه العيش مش ممكن، شدني. نقطع بقى الفلفلايه الصفراء الجميله دي. انا بحب طبق السلطه ده الصراحه يبقى غني كده بكل حاجه فيه، الاندومي، الحاجات اللي ملهاش 3 لازمه دي. واحنا الصراحه يعني ما نقدرش نسيطر قوي، وبرده بيجيبوا الحاجات دي. بقى بعد ما البطاطس خلصت، سامعين القرمشه؟ بصوا شايفين البطاطايه ولا شاربه نقطه زيت؟ بصوا عامله ازاي. حطوا البطاطس على الزيت وهو بارد وادعوا لي. بصوا بصلايه حمراء بقى، البصل الجميل المفيد بقى. يعلموا ولا هيعملوا ايه؟ الحمد لله ربنا كريم ان شاء الله، ويعدي المحنه اللي احنا فيها دي على خير يا رب. بقدونس، يلا بقى. كان عندي كده بقدونس اهو في التلاجة.
جمال البقدونس بقى كله فوايد. انا هخرط الجرجير، انا كنت هسيبه ويتحط كده في السندوتشات، بس الصراحه انا عيالي ممكن يقوموا شايلينه من السندوتشات، فانا ايه هجبرهم عليه يعني. هحطه كده. السلطه الجميله اهي هنحيقها مع بعض دلوقتي. نحط بقى في حياء السلطه شويه كده معلقه كمون وسنه ملح، وبرده كده شويه ايه، شويه خل حلوين كده، وشويه ميه صغيرين بس كده. انا مش بحب احط لما تكون سندوتشات بطاطس طعميه الحاجات دي يعني ما تحطوش ليمون في السلطه، ان الليمون بيبقى طعمه جامد قوي، هو كده عشان تحسوا بالخضار يعني بتاع السلطه. الجزر ده بقى انا عاملاه من يومين كده. عايزه اقول لكم انا فتحت البطرمان دلوقتي. بطرمان انا عايزه اقول لكم اول ما فتحت عليه على الجزر، انا والله اول مره افتحه معاكم دلوقتي، انا كنت عاملاه من يومين. ريحه الشطه بتاعت الفلفل مش قادره اقول لكم عامله ازاي، يعني حاسه انها رهيبه، ريحته جامده قوي، ويعني باين عليه جامد قوي وحامي حامي يعني. انا مش عارفه ده ايه، انا هدوقه كده اول مره ادوقه معاكم دلوقتي. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، مولع. يعني هو الجزر المفروض طبيعته ما يبقاش حامي قوي كده، بس مولع، بس حوار في حته تانية. طبعا نعمل الطحينه بقى، دي الطحينه خام، ميه بقى من الحنفيه عادي خالص، خففي. الاكله دي من غير طحينه ما تعمليهاش. الطحينه هي الاساس من الاخر يعني، هي اساس الاكله. اديها ميه لغايه ما توصلي للقوام المظبوط يعني. بصوا انا خفتها، هو ده انا عايزاها تبقى كده. نحط بقى شويه خل صغيرين، وبرده ايه نقطتين زيت كده، سنه كمون، وبرده سنه ملح. مش هنحط شطه بقى، انا بحب احط شطه في الطحينه بس مش هحط بعد الجزر المولع ده. وكده الطحينه تمام جاهزه للطعميه بقى. عايزه بقى تعمليها وتبططيها بايدك، بططيها، تحطيها بالمعلقه زي حالاتي كده، حطيها باي طريقه يعني. لكن هي ما شاء الله مظبطاها بقى، الخضره بتاعتها والتوابل اللي بتحطها بقى بتاعتها خطيره. هو ده سر بقى جمالها يعني. انا هحطها لكم في صندوق الوصف بجد، واتمنى تشوفوها. كانت خطيره بجد، وهتعملوها وتطلع تحفه. بصوا عامله ازاي، ايه رايكم في الجمال؟ شايفين بقى الطعميه وجمالها؟ بصوا عامله ازاي، تحفه ازاي. طبعا احنا دلوقتي بنشتري الطعميه بجنيه، الواحده بجنيه، ومش زي دي طبعا. يعني انا عامله دلوقتي ب 30 جنيه طعميه، والبطاطس وبتاع انا حطاهم الاتنين في طبق واحد عشان بس المواعين ما تكترش عليا، يعني مش طول النهار بغسل في مواعين. بصوا بقى نفتح العيش دوت نفس الفتحه هي اللي بيفتحوها في المطاعم كده اهو اهو. بصوا جمال العيش من جوه تحفه. نجيب بقى طعميه، نحط كام واحده كده ويرسي كده اهو كده. بصوا رسوها جوه كده عشان ايه، توصي بقى حاجه انت عاملاها في البيت لولادك بقى، ظبطي الدنيا. شايفين؟ نحط ايه، طحينه اهو يا سيدي على الدلع اهو. شايفين السلطه بقى؟ شايفين؟ حط بقى سلطه، حطي بقى ما تبخليش، حطي سلطه بقى. شايفين الحلاوه؟ طحينه بقى، واللي عايزين تعملوا ميكس بقى بطاطس على طعميه والكلام ده اعملوا يعني، بس كده الجمال كله. يلا نعمل واحد طعميه بطاطس. بجد معجبه جدا بالعيش ده، يعني اول مره اجيبه معاكم اهو، بجد تحفه.
اكيد يعني في منطقتكم هتلاقوا يعني الناس بتعمل نفس العيش ده. حط بقى البطاطس. يا سيدي على الجمال اهو. شايفين بقى في السندوتشات العظمه دي، سندوتشات الطعميه والبطاطس الشعبي الجميل. عايزه بقى انت تضيفي بقى وتقلي بتنجان بقى وفول بقى، ظبطي بقى الاكله خليها كلها عظمه. يا رب يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك بتاعكم الجميل في القناه، وكمان تعليق حلو منكم كده حلو لانه هيساعدني جدا. يا رب يا رب يكون عجبكم. سيبكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.